السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله في السراء وفي الضراء. الزمالك يخسر 1-0 من نادي إنبي، آه لأسباب واضحة. أدت إن إحنا خسرنا الماتش ده. مش هقول لك، مش هتكلم كتير فنيات ومش هتكلم كتير تكتيك، أنا هقول بس كلمتين بسيطة جدا. شوف يا جماعة، أول حاجة إحنا عندنا مشكلة. لو عايز تاخد بطولة، أول حاجة بتفكر فيها المنافس بتاعك الرئيسي. في الدوري ده المنافس بتاعي الرئيسي هو مين؟ بيراميدز والاهلي على الترتيب الحالي من حوالي اسبوعين ثلاثه. طيب، لما انا ربنا يكرمني بالماتشين بتوعي اللي مع المنافسين، واحد يخسر من طلائع الجيش اللي هو الاهلي، وبالتالي يفيدني انا انه خسر 3 بونت فيبعد عني، والتاني يبقى في ماتش مباشر بيني وبينه انا اكسبه بفضل ربنا. فربنا يوفقني في الاثنين المنافسين بتوعي يقعوا، واحد يخسر مني بيراميدز، والتاني يخسر من طلائع الجيش اللي هو الاهلي. المفروض انا بقى لما اجي ابقى عايز اخد بطوله، اول حاجه افكر فيها ان المنافسين بتوعي يقعوا وانا ما اخسرش ولا نقطه. ليه؟ لاني انا لما بتحط في منافسه مباشره مع الناس دي، مش انا مش مجرد ان انا بس اكسب، مش مجرد ان انا بس اكسب معنى كده ان انا ممكن اخد البطوله. لا، انا بحط لها عوامل تانية، ان في فرق بتنافسني، الفرق دي كمان بتساعدني، فرقه بتقع وفرقه تانية بتقع، وبالتالي انا في اسوأ الاحتمالات لو ما عرفتش اكسب على الاقل اتعادل اطلع ببونت. اللي حصل واللي احنا شفناه ان للاسف الشديد دايما عندنا في الزمالك المشكله الكبيره ان احنا بنرفض الهدايا اللي بتجيلنا من المنافسين، وبالتالي عدد البطولات بتاعتنا اللي بنحققها بتبقى زي ما احنا شايفين، بطولات احنا اقل من الاهلي. ليه؟ عشان خاطر احنا ما بنستفدش من الهدايا اللي بتجيلنا من المنافسين، بل بالعكس، الهدايا بتجيلنا بردها تاني وبديله هو هديه عليها. النهارده سبب الخساره الرئيسي، مش هقول لك التكتيك عشان احنا كان شكلنا زي الزفت والموضوع باين جدا. تمام، احنا خسرنا ليه؟ احنا خسرنا علشان رقم واحد، معتمد جمال ما قدرش يلعب المباراه بالشكل اللي يستفيد بيه الزمالك. خساره الاهلي اول امبارح حطت ضغط شديد جدا على لعيبه الزمالك، حطت ضغط شديد جدا على لعيبه الزمالك. الضغط ده كان ممكن يعني يتحول يبقى عنده سلاح ذو حدين، يا اما يبقى فايده لينا ويدينا حافز ان احنا نكسب الماتش ده وندوس فيه، يا اما السلاح التاني اللي هو السيء اللي حصل النهارده، ان انت تبقى نازل الملعب عليك ضغط شديد جدا جدا جدا، محدش قدر يحضرك ذهنيا ويشيل من عليك الضغوط دي، وبالتالي احنا فشلنا في اداره المباراه من بره الملعب. احنا نازلين الملعب خسرانين ليه؟ لان احنا نازلين الملعب مش مهيئين ذهنيا ان احنا هنطلع من المباراه باللي احنا عايزينه، الثلاثه بونت او على الاقل حاجه البونت. لا، احنا نزلنا الملعب، اللعيبه كلها بلا استثناء نازله الملعب متوتره وخايفه ومش مركزه. تمام. مدير فني ما قدرش ان هو يقرا الخصم كويس، وما قدرش ان هو يشيل الضغوط من على اللاعبين. ما عندناش مدير كوره، عبد الناصر محمد اللي قاعد بره ما هوش مدير كوره، والراجل قاعد مستكين ما بشوفلوش، هو الراجل بس تقريبا هو معينه في النادي عشان يمشي ورا شيكو بنزا يرفع له الشورت. انا اسف جدا يا كابتن عبد الناصر، بس انا بقول اللي انا شايفه. حضرتك يعني شفت رئيس النادي ايمن الشريعي، رئيس نادي انبي، قدر ان هو يلعب معاك مايند جيم قبل المباراه، خرجك من المباراه نهائي، خرج المدير الفني من المباراه، وخرج مدير الكوره من المباراه، وخرج اللاعبين من المباراه. حط بقى على ده خساره الاهلي من طلائع الجيش، عمل استرس رهيب زي ما انت شفت كده. الاسترس ده اتعمل ليه؟ هل الاسترس ده شيء طبيعي؟ لا، مش طبيعي. الاسترس ده يتعمل لما يبقى المدير الفني ومدير الكوره خارج الجيم، خارج الجيم، مش قاريين الجيم، مش عارفين هم هينزلوا يعملوا ايه مع اللعيبه، مش عارفين يحضروا اللعيبه ازاي للماتش. كل ده ادى ان الزمالك النهارده يبقى بالشكل اللي احنا شفناه النهارده. طبعا الزمالك النهارده اسوأ مباراه للزمالك في الموسم ده كله. احنا خسرنا قبل كده من وادي من وادي دجله، وتعادلنا مع الجونه. تمام. وخسرنا ماتشات مفيش مشكله خالص، او تعادلنا مع غزل المحله، بس كان في لعب، كنا بنلعب نوعا ما. حتى ايام يانيك فيريرا المدرب التعبان ده، حتى ماتش الاهلي اللي خسرناه كانت الفرقه بتلعب وبتأدي. النهارده في حاله اللعيبه مش معقول، الضغط مخرج اللعيبه بره تركيز تماما. اللعيبه مش مركزه تعمل ايه، اللعيبه بتستلم الكره مش عارفه تعمل بيها ايه، في حاله توتر وحاله تشنج وحاله عصبيه في الماتش، مش عارف انا في ايه، انا مش عارف في ايه. انت لو شفت انت الكره بتاعت بزيره،
اللي لما جت طلعت اوت شاطها في الجهاز في الدكه والجهاز الفني بتاع انبي. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا بزيرو؟ ده معنى كده ان انت مش متهيأ ذهنيا للمباراه، انت بره الماتش، انت بره الماتش. لما تيجي النهارده في مباراه زي دي يا كابتن معتمد، وتنزل تلعب، يعني تنزل تلاعب انبي بلعيبه صغيره، لعيبه صغيره، لعيبه جيده ولعيبه كويسه، لكن ما عندهاش الخبره. انت كنت محتاج في الماتش ده لعيبه خبره، لعيبه يعرفوا يمتصوا الفريق الخصم اللي هو اصلا داخل الماتش شيء طبيعي، داخل ينافس على المركز السابع عشان يخش في السبعه الكبار ويلعب مع السبعه الكبار، ما يلعب ست ماتشات احسن ما يلعب 12 او 13 ماتش في الدور الثاني. فشيء طبيعي يا كابتن، انت كان لازم تنزل المباراه دي بلعيبه خبره، لعيبه تقدر ان هي تقف على الكوره. انت فاقد الاستحواذ في الشوط الاول كله، انت الكره الثانيه مش بتاعتك في الماتش كله، الكره الثانيه مش بتاعتك، انت بدا شكلك يتعدل شويه. التغييره اللي عملتها لما طلعت محمد السيد اللي هو اصلا عيل صغير، وانا مش بلوم والله العظيم على حاجه، انا مش بلوم محمد السيد على حاجه، ولا بلوم محمد ابراهيم على حاجه، كتر الف خيركم وانتوا لعيبه واعده ولعيبه، بس انا بلوم المدير الفني ان في ماتش زي ده اولا انت يعني معلش انا اسف، بتلعب بمحمد السيد وبتلعب باحمد ربيع وبتلعب بعبد الله السعيد وحاطط فتوح وينج. فتوح مش وينج يا حاج، فتوح مش وينج. فتوح يا اما بيلعب باك، يا اما لما وظفته في نص الملعب الراجل اشتغل معاك تمام، وبالدليل ان لما عملت التغييره وخرجت محمد السيد اللي بره الفورمه خالص، ولا عارف يباصي ولا عارف يستلم، واد مضغوط ضغطه سودا. حتى محمد ابراهيم بايظ، الواد بايظ، مش عارف ياخد يستخلص الكره من اللعيبه، مش عارف يقفل على الوينجات بتاعت انبي. الاثنين الشباب الصغيرين ضايعين، حتى حسام عبد المجيد ضايع. حسام عبد المجيد اي كره بتتلعب في ظهره واللعيب بيخش يكبس عليه، في كوره كان الحمد لله ان الحكم ما حسبهاش بنالتي، والحمد لله ان اللعيب اتصرف فيها التصرف السيء ده، اللعيب بتاع انبي لما عمل دايف ووقع عشان ياخد ضربه جزاء. انت يا كابتن معتمد اداره الماتش اداره سيئه جدا، اداره سيئه جدا، ودي يعني دي في الافه بتاعت الزمالك عندنا، ان احنا بنرفض الهدايا اللي بتجيلنا. انا كفريق مستوايا والسكواد بتاعي ما يأهلنيش اخد الدوري، ما يأهلنيش اخد الدوري. طب ربنا كرمنا الحمد لله وبالروح وبالعزيمه وقدرنا نعدي ونروح، وربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب ان احنا نروح، وجاب لنا هديه من الاثنين المنافسين بتوعنا، واحد كسبته والتاني خسر. او ما نجي النهارده اخسر لهم عشان اتساوى في النقاط مع بيراميدز، ويبقى فرق بيني وبين الاهلي 3 بونت، بعد ما كنت هبقى فرق 6 بونت عن الاهلي و3 بونت عن بيراميدز، وليا ماتشين مباشرين معاهم في الدور الثاني. لو كسبت بقيه ماتشاتي ما يهمنيش الماتشين دول قوي، ما يهمنيش الماتشين دول قوي، اكسب بقيه ماتشاتي، لان هيحصل له دروب وبيراميدز هيحصل له دروب، لكن انا كنت اخش راكب الدوري مرتاح، اخش راكب الدوري ب6 بونت مرتاح، ب4 بونت مرتاح. لكن ليه يا كابتن معتمد؟ ده يا جماعه يدل على ان احنا والله العظيم في الزمالك ما عندناش مدير كوره، ما عندناش مدير كوره. المدير الفني اللي بيغلط، وكابتن معتمد النهارده غلط، وهو على فكره السبب الرئيسي الاول في ضياع الماتش النهارده كابتن معتمد. كابتن معتمد بالاعتماد على الاطفال، على الشباب الصغيرين، و و و و وعبد الله السعيد طبعا راجل سنه تعدى ال 40 سنه، ما هواش قادر ان هو ياخد الفرقه ويطلع بيها لقدام. تمام. في الوقت اللي فيه انبي كلها شباب صغير وعيال عايزه تلعب كوره، والمدير النادي بتاعهم قدر ان هو يشيل الضغط من عليهم، يحولوا علينا احنا، والعيال بتلعب النهارده بريحاش دي. ايوه، لما يطلع ايمن الشريعي يقول لك انا مش طالب من لعيبتي حاجه، وانا كده كده مش عايز العب في السبعه الكبار وبتاع. اللعيبه نازله النهارده مرتاحه خالص، مرتاحه خالص، العيال بتاخد الكوره مرتاح وبيلعب وبيقسم وبيستلم من هنا ويقف على الكوره وياخد فاول وبتاع. اللعيبه بتاعتنا احنا نازله متسربعه، بالذات العيال الصغيره. النهارده العيال بتاعين بياخد الكوره يخش منطقه الجزاء، ضربه جزاء، الثاني هوب ضربه جزاء. ليه؟ العيال مش مركزه، العيال مش مركزه، وما هماش خبره ان هم تعتمد عليهم في ماتش حاسم زي ده. الماتش ده ماتش الدوري، الماتش بتاع النهارده ده ماتش الدوري. الماتش ده لو كنا كسبناه كان بنسبه 70 80% احنا ان شاء الله اخدين الدوري. النهارده باللي حصل النهارده انا بقول لك صعب جدا الدوري، صعب جدا الدوري، واحنا ما كناش طالبين الدوري من الاول، ما كناش شايفين ان احنا هنقدر نحقق ده. لكن اللي حصل ادانا امل، ادانا امل ان احنا ممكن نقول، ولو فضل ماشيين زي ما احنا مركزين وقافلين على فرقتنا وملناش دعوه باي حد تاني، وعارفين ندير الجيم صح من بره الخط كجهاز فني، وقادرين ندير الجيم اعلاميا صح كمدير كوره. انت ما عندكش مدير كوره بيطلع يتكلم. حد فيكم شاف الكابتن عبد الناصر محمد طلع عمل حديث، طلع عمل مداخله مع اي برنامج ولا اي حاجه؟ مفيش يا معلم، انسى. الراجل مش موجود، اقسم بالله الراجل ده موجود على الدكه عشان شيكو بنزا، عشان يمشي ورا شيكو بنزا يرفع له الشورت زي ما قلت، ما فيش حاجه تاني خالص. وبالتالي الماتش النهارده احنا خسرنا ليه؟ خسرنا ليه وشكلنا كان سيء كده ليه؟ مش عشان انبي احسن مني ابدا، انا خسرت النهارده عشان انبي لعب عليا الجيم العقلي، والجيم اللي بالعقل وبالمنطق صح، قدر ان هو يهبطني، هبط المدير الفني بتاعي، ومدير الكوره بتاعي مش موجود، انا ما عنديش مدير كوره. انا الفرقه الوحيده في الدوري ما عنديش مدير كوره، ما عنديش مدير كوره، ما عنديش حد بيتكلم مع اللعيبه.
ما عنديش حد يقدر يعني يا راجل ييجي لك ضربة جزاء في آخر لحظة في الماتش، في آخر لحظة في الماتش تاخد بيها البونت، وتقدر ان احنا يبقى عندنا برضو امل شويه ان احنا ننافس ان شاء الله وناخد الدوري. حسام عبد المجيد طبعا داخل متوتر، بره الجيم، بره الجيم، بره الجيم، عبد الله السعيد بره الجيم، ناصر منسي بره الجيم، بزيره بره الجيم. لما يعمل الكره اللي احنا شفناها في الشوط الاولاني دي بالشكل الوحش ده، بره الجيم. بنتايج سيء، وانا اقسم لك بالله انا عمري ما اقتنعت ببنتايج. تختلف معايا ما تختلفش، انا حر بقى في رايي، دي قناتي وانا حر فيها، انا بقول رايي. بنتايج انا مش مقتنع بيه، وعمري ما اقتنعت بيه من ساعه ما جه، عمري ما اقتنعت بيه وما بشوفش منه خير، وهفضل اقولها، بنتايج ما بشوفش منه خير. باك شمال ميت، باك يمين شاب صغير، الضغط طلعه بره الجيم خالص، تمام. اتنين مساكين، حسام عبد المجيد ضايع. محمد اسماعيل على الله حكايته النهارده، محمد اسماعيل النهارده اقسم بالله اسوأ ماتش شفته ليه، اسوأ ماتش شفته ليه. نص الملعب بتاعك بتلعب باحمد ربيع ومحمد السيد، لعيبه صغيره، لا قاريين بعض ولا فاهمين بعض ولا لعيبه عارفه تقف على الكوره ولا في عندها خبره ان انا اقف. عبد الله السعيد هيعمل ايه؟ عبد الله السعيد راجل 41 سنه بيلعب على الواقف، بيلعب على الواقف. بزيرة، انبي خلاص طلعه بره الجيم، طلعه بره الجيم، الواد نزل الملعب طالع بره الجيم، خد اول خبطتين خلاص انا بره الجيم، اوت اوف جيم. فتوح انت قتلت الناحيه الشمال دي خالص، يعني انت الجنب، بالصلاه على النبي كده، الجنب اليمين والجنب الشمال ميتين عندك. ناصر منسي قدام، وسط اتنين تلاته بيطلعوا معاه في كل كوره، الراجل على قد ما بيقدر هو بيستلم الكوره. وايه بزيرة اللي انت عملته ده؟ معلش يعني، ايه الكوره انفراد يا راجل تعملها بالشكل ده؟ الكرة انفراد يا راجل، والله العظيم انا لو مش عايز اطول عليك في الفيديو. انت النهارده لما تقعد تراجع الماتش كده بالراحه وتبص عليه واحده واحده، اقسم بالله ما في لعيب مركز، مفيش لعيب مركز. ناصر منسي مش مركز، بزيرة مش مركز. يعني ناصر منسي ضيع كوره النهارده، جون هدف. بزيرة ضيع جونين النهارده بزيرة، اهداف. فتوح مش موجود على الجنب الشمال، مقتول على الجنب الشمال، تمام. عبد الله السعيد اهو، يعني الراجل بيحاول، بس برضه عبد الله السعيد 70 80% من بساطته النهارده بره، بساطه بره مش مركز. الاثنين الاستوبرات بتوع نص الملعب، ديفندرات، محمد السيد و... واحمد ربيع، بره الجيم. الكره الثانيه بتاعت انبي، الاستحواذ في نص الملعب بتاع انبي، مش عارفين يستخلصوا الكره من انبي، مش عارفين يقطعوا الكرات، مش عارفين يعملوا افتكاك، مش عارفين يوقفوا على الكوره. وبالتالي عبد الله السعيد لو لاحظت في كذا كره، هتبص تلاقيه بينزل لغايه حسام عبد المجيد ومحمد ومحمد اسماعيل عشان ياخد الكره منهم، عشان يقدر يطلع بالكوره. انت مش عارف تطلع بالكوره، انت مش عارف تطلع بالكوره ليه؟ توتر، توتر. انت بتجي لك كوره خايف، مش عارف تلعبها لمين. الجيم مقري غلط من الاول، واللعيبه مش نازله، مش متهيئه، ومش مركزه، وما اتحطتش على التراك الصح عشان يعرفوا ياخدوا اللي هم عايزينه من الماتش. الدنيا بايظه النهارده، الدنيا بايظه. ليه؟ عشان فرحنا، ففكت مننا الدنيا. وجه ايمن الشريعي لعب لعبه معانا، معلم، معلم. انا بقول لك شابوه شابوه شابوه، انت راجل رئيس نادي ومدير كوره، انت راجل رئيس نادي ومدير كوره، انت راجل فعلا. انت ده بقى، شوف بقى، ده واحد بني ادم واحد في منظومه، قادر ان هو يدير المنظومه كلها كاداره وتصريح، واقول امتى وما اقولش امتى، والماتش ده محتاج اقول ايه، عشان اقدر اخد اللي انا عايزه من الماتش، اقدر اهيئ لعيبتي للماتش، اشيل الضغوط من على لعيبتي. انا مش طالب منكم تخشوا في السبعه الكبار، إيه جت ما جاتش مش مشكله يا اولاد وكله تمام. لكن انا نازل الماتش مرعوب، انا نازل الماتش مخضوض، انا نازل الماتش مش قادر اعمل حاجه، مش متهيأ، مش مركز. لا عندي مدير فني قدر يهيئ لي الماتش، ولا عندي مدير كوره قدر يلعب المايند جيم مع ايمن الشريعي وقدر ان هو يلم اللعيبه. مفيش والله العظيم. واحنا في الثمان ماتشات اللي فاتوا، المكسب بتاعنا راجع الماتشات تاني بالراحه كده، بالراحه والله العظيم. الماتشات اللي لعبناها في الثمان ماتشات اللي فاتوا، ماتشين ثلاثه اربعه بالكتير، وفي اربع ماتشات الدنيا مشيت معانا كده. ماتش الاتحاد الدنيا مشيت معانا كده، اه. ماتش بيراميدز كنا بنلعب ماتش كويس، بنلعب ماتش كويس مع بيراميدز، بس بيراميدز لو كان فايق وعنده الغل اللي بيلعب بيه قدام الاهلي كان كسبنا. صح ولا لا؟ خليك جريء وقول صح، ما تخافش. كسبناه بالبركه، اه، والله العظيم. الامور مش احسن حاجه، الامور مش احسن حاجه، واحنا ما عندناش مدير كوره. والمدير الفني يعني قادر ان هو يلم الفرقه، لكن النهارده الامور بايظه خالص معاه، بايظه خالص معاه يا جماعه. فقدر الله ما شاء فعل. وهنقول ان هنعتبر ان، يعني بص، عشان ما نزعلش خالص وعشان الامور ما تضايقناش وتقفل معانا، هنعتبر ان الماتش بتاع النهارده ده بروفا للي احنا هنقابله في الست ماتشات اللي جايين. الست ماتشات اللي جايين هيبقوا بنفس الطريقه بتاعت انبي النهارده، هتلاقي الفرق اللي بنقابلها بتلعب علينا نفس المايند جيم،
هتلاقي الفرق اللي بنقابلها بتحاول تضغط علينا من قبل الماتش، ويحطونا في حاله ضغط وحاله توتر قبل الماتش. الفرق اللي هتقابلنا هتلاقيها كلها متجرأة وبتلعب علينا، متجرأة وبتلعب علينا وعايزة تخطفنا، لأن إحنا من الواضح إن إحنا لمّا الفرقة بتتجرأ وبتهاجمنا، إحنا بيحصل لنا توتر وبنخاف، بنخاف. فلازم المدير الفني يعي الدرس من اللي حصل النهارده، ولازم اللعيبة يشوف 2، 3 لعيبة كبار في الفرقة، يقعدوا مع اللعيبة قبل كل ماتش، يشيلوا من عليهم الضغط، يشيلوا من عليهم الاسترس. المدير الفني كذلك. حد من مجلس الإدارة يا جماعة ينزل للعيبة يتكلم معاها ويشيل من عليهم الاسترس والضغط. إحنا مش طالبين منكم دوري، احنا مش طالبين منكم دوري. انا هو واحد من جمهور الزمالك، انا نفسي هموت على الدوري ده، هموت على الدوري ده. بس لو ما جاش عادي مفيش مشكله. انا يكفيني شرف ان انا في الظروف اللي انا فيها دي وصلت للمرحله دي. جميل جدا 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 وممتاز وممتاز. ف الدوري جه، اهلا وسهلا. الدوري ما جاش مفيش مشكله خالص، العبوا لعبكم وخليكم استمتعوا ومتعوا الجمهور. تمام، هي دي الطريقه الوحيده اللي هنكسب بيها. أنا متوتر ومتنشن، اقسم بالله ما هتمشي معانا، وهنخسر وهنتعادل وهنخسر وهنفقد نقاط، وهنبص نلاقي بيراميدز او الاهلي حد فيهم عدانا وخد الدوري مننا. شيل الاسترس من على اللعيبه. انا عايز البطوله، طبعا عايز البطوله، وطبعا بحلم بالبطوله. والدوري ده بالذات انا الدوري ده بالذات انا عايزه، لان انا ده اسوأ فتره ليا في تاريخي من ساعه تاسيسي، من 1911 ل 2026 ما عداش الضنك والقرف والبهدله اللي حصلت في الزمالك الموسم ده. ما حصلش. ابحث في التاريخ وشوف. دي أسوأ فترة للزمالك في تاريخه. فلو أنا قدرت آخد الدوري في الموسم ده فده إعجاز، ده إعجاز صعب أن يتكرر. لكن لو ما خدتوش ما عنديش مشكلة خالص. أنا في الظروف اللي أنا فيها دي، أي فرقة تانية في الظروف اللي أنا فيها كان زمانها يعني بتلعب في الدور الثاني مع ال مع ال مع ال مع ال 13 الفرقة اللي تحت أو ال 14 فرقة اللي تحت. أي فرقة عندها المشاكل اللي عندي كان زمانها تحت، بتلعب على نص الجدول بقى أو بتلعب في آخر الجدول من القرف اللي احنا فيه. لازم أشيل الضغط من على اللعيبة، ولازم الجمهور يشيل الضغط من على اللعيبه. ايوه، شيلوا الضغط من على اللعيبه. اللعيبه بتاعتنا مش هتلعب ولا هتكسب الا لما يتشال الضغط من عليها. طول ما انت عمال تضغط على اللعيبه بتاعتنا وعمال تعمل، مش هياخدوا حاجه. لان يا جماعه والله العظيم، والله العظيم ما تتغروش في المكاسب اللي عملناها. الفرقه بتاعتنا على قدها، الفرقه بتاعتنا على قدها، واللعيبه على قدها. اتنين تلاته في الفرقه هم اللي تقدر تقول عليهم كويسين. انما الفرقه بتاعتنا على قدها، ما عندناش دكه بره، ما فيش دكه بره يا جماعه. وبالتالي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا بجتهد وبشتغل والجمهور بتاعي في ضهري شايف. احنا كلنا شايفين وشايفين الظروف اللي الزمالك فيها. ربنا كرمنا وكسبنا، اهلا وسهلا. ما كانش لنا نصيب، ما فيش اي مشكله خالص. ونحمد ربنا في السراء والضراء والحمد لله على كل شيء. لكن نشيل الضغط من على اللعيبه. قسما بالله لو فضلنا نضغط على اللعيبه بالشكل ده والله العظيم مش هناخد لا اول ولا تاني، وهنلعب برضه كونفدراليه. انا مش بتكلم على الدوري بس بقى، لا ده انا بتكلم لا هناخد دوري ولا هنلعب مركز تاني او هناخد مركز تاني. هتلاقينا في المركز الثالث او الرابع، لان الست ماتشات اللي جايين ذبح، وكل الفرق هتنزل عارفه تلعبك ازاي بالعقل. قبل الماتش قبل الملعب هتلعبك من بره قبل جوه، فتقدر تلعبهم بنفس السلاح بتاعهم، تشيل الضغط من على لعيبتك. واحنا كجمهور ندعم، مش محتاجين حاجه، عادي. احنا عارفين حاله النادي وعارفين نظام النادي وعارفين الكبوه اللي النادي فيها. بالطريقه دي بس لو اتحققت هقدر اقول لك ممكن ناخد الدوري ان شاء الله، او على الاقل في اسوأ الظروف ناخد مركز تاني ونلعب افريقيا. ما تحققش الكلام ده وفضل الضغط زي ما هو على اللعيبه. افتح الماتش، افتح الفيديو بتاعي وارجع له بعد نهايه الدوري وشوف كلامي ايه اللي هيمشي في الدوري بالظبط. هنشيل الضغط من على اللعيبه. ارجع لكلامي شوف انا قلت لك ايه. هناخد الدوري او المركز الثاني في اقل تقدير. ما هنفضل نضغط على اللعيبه ونبهدل الدنيا ونفضل نزوم ومش عارفين ندير الماتش من بره الملعب مع المنافسين. يا ثالث يا رابع، قدامنا الاختيارين. شوف ايه الانسب للزمالك، وان شاء الله باذن الله تعالى. آه، اتمنى ان الجمهور واللعيبه والجهاز الفني، اتمنى صوتي بس يوصل يا جماعه يعني. يا ريت لو تدعمني بلايك وتدعمني بشير. يمكن صوتي يوصل لاي حد من المسؤولين في نادي الزمالك او اي حد من اللعيبه او اي حد من الناس المقربه. يسمعوني بس، انا كل اللي بقوله والله العظيم لصالح النادي مليون في الميه. يا جماعه شيلوا الضغط من على اللعيبه، شيلوا الضغط من على اللعيبه. بالطريقه دي بس نكسب الدوري. اي طريقه تانية انا اسف مفيش دوري. سلام.